السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم بقناة اليوم جيتكم إن شاء الله فيديو جديد إن شاء الله. يا رب يعجبكم الفيديو. حبايب قلبي، أول ما نبدأ نصلي على محمد وآل محمد، ألف الصلاة على محمد وآل محمد. جيتكم اليوم فيديو جديد. فيديو موجود بالفيديو، داخل الفيديو خبز. سويت دولمة. إن شاء الله يا ربي يعجبكم الفيديو. أول ما نبدي نحط اللايك، نشترك بالقناة ونفعل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد. وإن شاء الله يا ربي تعجبكم بقناتي. أول ما أبدي أسلم على متابعيني اللي موجودين بالقناة، وأقول لمتابعيني اللي جايين جديد على القناة أهلا وسهلا بكم. إن شاء الله قناتي تكبر بكم أكثر وأكثر إن شاء الله يا ربي. أنفعل ساعات القناة يا رب العالمين. شوي شجعوني. الصراحة أريد تصعد الفيديوهات أكثر وأكثر. حطوا لنا لايك، المشاهدات صلوات على محمد حيل زينة بالقناة مالتي، ولكن اللايك يرفع الفيديو، يخلي الكل يشوفه. وإن شاء الله يا رب تعجبكم قناتي. هنا بديت أخبز مثل ما وضعتكم بالفيديو. إن شاء الله يا رب يعجبكم الخبز مالي، وقولوا لي شنو رأيكم بالخبز مالي. أعرف أخبز لو لا؟ العفو. أني بنفس اليوم الصراحة جيت فتحت المجمدة. أنا يعني ما أصعد على المجمدات، بس أولادي هم يجيبوا لي خبز، يجيبوا لي يعني رغيفين أو 3 رغفان هيك، يعني حسب احتياجي للخبز. أنا يعني أطلع يعني الدانة، مثلا نقول دانة قدم أطلع، مرات يزيد للعشاء، مرات نطلع يعني من المجمدة خبز للعشاء. أكثر المرات الصراحة أدز أولادي يعني ما صعد فوق. فما أدري شلون سألت ابني، قلت له ظل خبز، وإني يقول اليوم ظل بس 3 رغفان. تفاجأت يعني، وقعدت أنا كنت قاعدة متأخرة تقريبا، قعدت الساعة 11. راح تقولي إيش دعوة الساعة 11؟ والله ما أعرف، يعني أيام تجي نقعد بال11 أقعد متأخرة. فتفاجأت إني ما عندي خبز، فانجبرت أخبز. حبايب قلبي هنا بس حبيت أسوي تجربة الكاكاو النوتيلا، يعني تجربة، وصراحة يعني مو خسارة، يعني صارت يعني لأول مرة يعني حيل زين النتيجة. حبايب قلبي هنا عندنا حليب، كاكاو، شكر، نشا. هنا أول ما بدي ضفت الحليب، بعدين ضفت الكاكاو، بعدين ضفت الشكر، وأخيرا ضفت النشا. حبايب قلبي ولكن ضفت شكر النوب. هنا زيت، شفت مقطع بيحطون زيت مقطع، لا فاني حبيت أجرب. وهذا شكر حطيت مرة ثانية لأن شفت الشكر حيل قليل. وهنا حطيت تقريبا قلاص مي، وسمينا بسم الله وشغلنا الخلاط. إن شاء الله يا رب تعجبكم التجربة. وهذا شكله النهائي للكاكاو. الصراحة أنا أول مرة أسوي، ولكن التجربة يعني حلوة. على أول مرة حيل زينة، لأن تعرفون أنتو واحد شغلة ما يعرفها ويجي يسويها يعني زين منه، تطلع قبل النتيجة يعني تقريبا 80% النتيجة زينة. وهنا حبيت أسوي دولمة، الصراحة ما كان عندي مسواق، وكانت بنتي حيل مشتهية الدولمة، فعندي بس السلج فسويتها عادي. صحيح المواد مالها مو كاملة، بس الطعم كان يخبل، يعني الطعم كان كلش طيبة. الجدرية سويتها يعني ما ظل منها كل شيء، كلها أكلناها الحمد لله يا ربي بالعافية علينا. وهنا حبيت أول ما أبدي بالبصل. أنا الصراحة ما أحب البصل يعني عيوني ظل الدمع،
فأسويه هو بالبداية، بعدين أرجع يعني أكمل المكونات مال الدولمة. راح تقولين شلون دولمة بس 3 مكونات؟ أقول لكم صارت دولمة، أنا سويتها دولمة والطعم كلش طيب. يعني أتمنيتكم وياي وتذوقون الطعم يخبل، مو عبنها دولمتي بس الدولمة يعني أنا مقمضة أسويها تطلع طيبة. وهنا بديت بالطماطة، ضفت 2 طماطات و4 بصلات و4 بطاطات. شنو رايكم؟ بس الصراحة الدولمة يعني طيبة كانت. وهنا بديت أفرم بصل مثل ما وضعتكم بالفيديو جاي تشوفوني. قطعت بصل ورجعت قطعت طماطة، بعدين رجعت على البصل شوية أراوح عيني لأن تعرفون البصل مزعج، ولكن يعني مجبورين احنا كنساء، مجبورين على البصل وعلى هاي، هذا شغلنا يعني. هنا بديت أقطع البصل. حبايب قلبي اللي يوصل لهاي اللحظة بالفيديو لا ينسى اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس. إن شاء الله يا رب يعجبكم الفيديو حبايب قلبي. هنا قطعت البصل كملت. حبايب قلبي هذا الفيديو راح تشوفونه أطول من الفيديوهات السابقة. الصراحة بنت يوتيوبرية نصحتني، قالت لي سوي قناتك الفيديوهات مالاتك سويهن طويلات. هي أخت عزيزة وأحب أوجه لها السلام من مكاني هذا، واللهم ربي يرزقها إن شاء الله، وإن شاء الله من نجاح النجاح أتمنى لها النجاح دائما حبايب قلبي. وهنا بديت خلنا نرجع لدولمتنا. هنا بديت أرجع بدينا نقشر البطاطا. راح تقولون شلون حاطة العلاقة وتقشرين عليها؟ الصراحة أنا هيك شغلي على البساطة، ما أحب أصنع ولا أحب أتكبر، على طبيعتي أسوي لكم الفيديو مالي يعني اللي موجود بالفيديو نفس اللي بالطبيعة. أنا يعني ما أصنع لكم، مثل ما أسوي داخل البيت بدون تصوير أنا أسوي ويا التصوير. وإن شاء الله يا رب تعجبكم قناتي. أهلا وسهلا باللي موجودين بالقناة جديد، حبيت أسلم عليهم، والموجودين بالقناة مالتي الموجودين قديم بالقناة مشكورين على الدعم. الصراحة ما عاد قصرون، وإن شاء الله يا ربي الله يجزاكم الجنة والخير والذرية الصالحة. كل واحد يتفاعل بقناتي اللهم ربي يشافي مريضه ويرزقه الذرية والمال والصحة بجاه سيد المرسلين. كلكم أخوتي وخواتي أتشرف بكم، والقناة موجودة بدعمكم وبتشجيعكم. صراحة أنا قناتي اللي ما يعرف أنا قناتي جاه انذار، وهسه أني ممنوعة من البث، ولكن الحمد لله بسلامتكم موجودين وعاد تدعموني بالفيديوهات اللي قاعدة انشرها، عاد تشجعوني. واكو ناس عاد تراسلني على مود افتح بث. حبايب قلبي اعذروني البث مالي ما اقدر افتحه لان القناة جايها انذار من ورا البث. طالع ابني الصغير طلع بالبث وصار شوي بيها مشاكل، بس الحمد لله يا ربي ما عاد قصرون بالفيديو اللي عاد انشروه. المشاهدات الكومنتات مشكورين وجزاكم الله خير. حبايب قلبي اللي يقدر يحط لنا اللايك واكتب لنا تعليقات، ايش قد تريدون اكتبوا لي تعليقات، بس التعليقات تكون مختلفة حتى ترفعون القناة مالتي، واللي يقدر يسوي لي مشاركة اكون له ممنونة. وانتظرونا ان شاء الله فيديوهات اكثر واكثر يا ربي تعجبكم قناتي. الصراحة حالتي هنا بس سوالف ونسيت ما قلت لكم المكونات مال الدولمة. شنو رايكم هيك؟
ضفت عليها تمن، لامندوزي، ملح، فلفل، معجون دبس الرمان. انا الصراحه بس هذا اللي احط. اكو ناس تحط بهارات مال دولمة وهالشغلات، احنا ما نحبها. وهذا شكل الدولمة النهائي. قولولي شنو رايكم بالدولمة. وهنا حبيت اقلبها الصراحة. كانت عندي راحة بالسوق فنصيتها وقلت لزوجي عود بصطفيها شوية، لاجعة صارت من جوا بس ولكن الطعم يخبل. وشنو رايكم منظرها؟ الصراحة الطعم كان كلش طيب. وكان عندي هنا وهنا هذا الشكل النهائي.